ازيكم يا جماعه، وكل سنه وانتم طيبين. وكالعاده الفيديو المنتظر كل سنه عروض شركه وي في رمضان، بس السنه دي الموضوع مختلف لان شركه وي نازله ب 14 عرض. بس قبل ما تنبهر لازم تسال نفسك شويه اسئله. ايه هي عروض شركه وي السنه دي وهنشترك فيها ازاي؟ وهل العروض دي قويه زي السنين اللي فاتت وهتخلينا نوفر ولا لا؟ وهل كل العروض ديت بتاعت رمضان فعلا وكانت موجوده اصلا، ولا في حاجات ضموها لعروض رمضان؟ وازاي تستغل العروض ديت وتبقى موفر ومستفيد اقصى استفاده؟ وكمان ازاي استغل العروض ديت ان هي تنفعني بعد رمضان مش في رمضان بس؟ كل الاسئله ديت هنجاوب عليها في فيديو النهارده. ونظام الفيديو هيمشي كالاتي: هتلاقي الفيديو متقسم عندك تحت بكل العروض. هبدا الاول بعروض الموبايل، وبعديها عروض الانترنت الارضي، وبعديها عروض الانترنت الهوائي اللي من غير خط ارضي، وبعد كده ندخل على عروض الخط الارضي نفسه اللي انت بتدفع له فلوس كل 3 شهور. هنشوف ازاي هنوفرهم. واخيرا هنتكلم عن عروض وي بونص السنه دي اللي بتديك هدايا وقسائم شراء تستخدمها عند شركاء وي. وعلى فكره انا للاسف بسبب وي بونص حصل معايا موقف ضايقني جدا، هحكي لكم عليه في الجزء اللي هتكلم فيه عن عروض وي بونص السنه دي. في كل عرض بقى اثناء ما انا بشرحه لك هجاوب لك على كل الاسئله اللي بتدور في دماغك، زي هتشترك فيه ازاي، وهل ده عرض رمضان فعلا ولا كان موجود قبل كده، وهل هتقدر تستغله وتوفر ولا لا، وهل هينفعك بعد رمضان ولا لا. فبالتاكيد قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وتنسى تشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا بقى نبدا بعروض الموبايل. واول عرض معانا هو 300 ضعف الشحنه. بيقول لك اشحن ب 10 جنيه او اكتر وليك لحد 300 ضعف شحنتك ميجا بايتس. العرض ده بينزل كل سنه في رمضان، وعشان ابسط لك الموضوع وما لخبطكش، هم الصافي بتاعهم مش 300 ضعف كده هتاخدهم بشكل مباشر. لو انت شحنت عن طريق ابلكيشن ماي وي فهتاخد صافي بشكل مباشر 200 ضعف الشحنه، وال100 ضعف الباقيين دول 50 منهم هيروحوا لخمسه من اصحابك، وال50 تانيين هيرجعوا لك لما الخمسه من اصحابك دول يستخدموا الكود اللي انت هتبعته له. بس لو شحنت باي طريقه شحن ثانيه غير ابلكيشن ماي وي فهتاخد صافي كده بشكل مباشر 100 ضعف الشحنه بس، وكمان في 100 لو اديتهم بقى لاصحابك، والموضوع بتاع الاصحاب اللي احنا قلنا عليه. فعلشان ما لخبطكش خلينا في اللي انت تاخده بشكل مباشر من غير الاكواد اللي هتشاركها ديت. لو شحنت من ابلكيشن ماي وي ب 100 جنيه مثلا فتاخد عليهم 200 ضعف الشحنه يعني 20 جيجا. ولو شحنت باي طريقه شحن ثانيه غير ابلكيشن ماي وي فتاخد 100 ضعف الشحنه يعني 10 جيجا. وجيجا بايتس الهديه ديت صالحه لمده 7 ايام من تاريخ الشحن. وعلشان تاخد العرض ده لازم تتصل بالكود نجمه 501 شباك قبل الشحن. العرض اللي بعد كده بقى وهو عرض باقه العمره للتجوال. وبصراحه العرض ده شدني جدا وهيبقى مفيد قوي لاي حد راح يعمل عمره في رمضان. زي ما انت شايف هتاخد 30 جيجا موبايل انترنت و150 دقيقه استقبال و10 دقائق مكالمات لمصر، كل ده ب 650 جنيه بس. ده عرض جامد هيخليك ما تشيلش هم بقى ان انت لازم تشتري خط من بره والكلام ده كله. هتاخد 30 جيجا، و30 جيجا دول مش قليلين، وبسعر اللي الناس اللي عارفه اسعار التجوال ده يعتبر تقريبا ببلاش، واوفر بكتير من ان انت تشتري خط من بره وتاخد عليه نفس ال 30 جيجا دول والمكالمات بقى الارسال والاستقبال لمصر. كل اللي هتعمله علشان تشترك في العرض ده ان انت تتصل بالكود نجمه 2025 شباك، والعرض ده متاح لحد يوم 30 مارس. العرض اللي بعد كده بقى هو ضعف باقه كنترول. بيقول لك اشترك او جدد باقه سوبر كيكس او تظبيط وليك ضعف الباقه خلال شهر رمضان. كل المطلوب منك تعمله قبل ما تجدد باقتك ان انت تتصل بالكود نجمه 701 شباك علشان تاخد ضعف الباقه ديت تقدر تستخدمه لمده 7 ايام. اولويه الاستهلاك طبعا هتبقى الوحدات الاضافيه لان هي اللي هتخلص في اول 7 ايام، وبعد ما تخلص هيبدا بقى يستهلك من الوحدات الاساسيه اللي هي هتقعد معاك بقى 30 يوم. العرض اللي بعد كده هو عرض برده شبيه للعرض اللي فات بتاع ضعف الوحدات، ولكن هنا ضعف باقات الموبايل انترنت اللي هي باقات نايترو اللي وي بتقدمها. بيقول لك اشترك او جدد باقات نايترو وليك ضعف باقه نايترو برايم او نايترو ماي فاي. وعندك جدول قدامك دلوقتي في كل باقات نايترو وهتبقى قد ايه بعد العرض. كل اللي هتعمله عشان تاخد العرض انت تتصل بكود نجمه 901 شباك قبل ما تجدد الباقه، وبالتالي هينزل لك ضعف الباقه ديت صالح لمده 7 ايام. واولويه الاستهلاك برضو زي الموضوع بتاع الوحدات للباقه الهديه تستهلكها في اول 7 ايام، وبعد كده تبدا تستهلك بقى من الباقه الاساسيه بتاعتك اللي هتقعد 30 يوم. وعلى فكره انت ممكن تجمع اكتر من عرض مع بعض، يعني اتصل بالكود نجمه 501 شباك قبل ما تشحن عشان تاخد 300 ضعف الشحنه وجيجا بايتس كتير هديه، وكمان تتصل بقى بالكود نجمه 701 شباك عشان تاخد ضعف الوحدات، او نجمه 701 شباك علشان تاخد ده في الميجا بايتس مع الميجا بايتس الزياده برضو اللي خدتها على الشحن. العرض اللي بعد كده بقى هو عرض وي جولد للعملاء الحاليين والجدد. والعرض ده هيديك ضعف باقه الموبايل انترنت او ضعف باقه الانترنت الارضي او 50% زياده على الانترنت الهوائي. هبسط لك الموضوع علشان ما تلخبطش. لو انت عندك وي جولد ورابط بيه الانترنت الارضي بتاعك فعندك اختيار من 3. اول حاجه انت تاخد ضعف باقه الموبايل الانترنت على الموبايل بس الارضي مش تاخد عليه اي حاجه. ده اختيار انت تختار ان انت تاخد ضعف باقه الانترنت الارضي بس الموبايل مش هتاخد عليه اي عروض. وثالث حاجه وهو ان انت تاخد 50% زياده على الانترنت الارضي و50% زياده على الموبايل انترنت. ايه بقى موضوع الانترنت الهوائي؟ في ناس من اللي مشتركه في وي جولد ما عندهاش خط ارضي فبتاخد الانترنت الهوائي مع وي جولد، لان نظام وي جولد شامل ببلاش انترنت هوائي او انترنت ارضي. ففي الحاله دي بقى بيبقى عندك اختيار من 2، يا اما تاخد ضعف باقه الموبايل انترنت، يا اما تاخد 50% زياده على الموبايل انترنت و50% زياده على الانترنت الهوائي. وعلشان تشترك في العرض ده كل اللي عليك تعمله تتصل بالكود نجمه 1 شباك. العرض اللي بعد كده بقى هو ضعف باقه الانترنت الارضي لمده 3 شهور. بيقول لك اشترك في باقات وي سبيس الشهريه وليك ضعف الجيجا بايتس لمده 3 شهور. طبعا هم حطوه في عروض رمضان بس العرض ده موجود من قبل رمضان وموجود في كل الشركات مش في شركه وي بس،
وكل فكرته ان انت لما تروح تشترك في الانترنت لو انت عميل جديد هتاخد ضعف الباقه ده من اول باقه 200 جيجا. العرض اللي بعد كده بقى وهو 300 جيجا هديه لما تشتري راوتر كاش من وي. بيقول لك السنه ديت في رمضان لما تشتري جهاز راوتر كاش ليك 100 جيجا هديه لمده 3 شهور. والعرض ده للعملاء الحاليين والعملاء الجدد. بكل بساطه لما هتروح تشتري راوتر من وي وتاخده كاش اللي هو هيبقى ثمنه 1500 جنيه من غير الضريبه او 1710 بالضريبه، هتاخد 300 جيجا هديه متقسمه على 3 شهور، يعني كل شهر هتاخد 100 جيجا. وده يوفر معاك في ثمن الراوتر لان ال 100 جيجا الهديه اللي انت هتاخدها ديت ثمنها اصلا لو هتشحنها كباقه اضافيه 170 جنيه. في 170 في 3 ب 510 جنيه، يعني الراوتر بدل ما هو ب 1500 جنيه من غير الضريبه هيقف عليك ب 990 جنيه من غير الضريبه. العرض اللي بعد كده بقى وده للعملاء الحاليين والجدد برده في الانترنت الارضي، بيقول لك اشترك في الباقه الاضافيه 400 جيجا للانترنت وليك 100 جيجا هديه. زمان كان في عرض جامد جدا اللي هو ضعف الباقه الاضافيه في رمضان، بس ما اعرفش ليه ما بقاش ينزل. دلوقتي بقى ينزل حاجات مختلفه شويه. احنا عارفين ان احنا عندنا باقه اضافيه اسمها جيجا تانك كانت بتديك 400 جيجا، ثمنها بعد ما الاسعار اتعدلت 420 جنيه. العرض بقى ان بنفس 420 جنيه هتاخد 500 جيجا بدل 400 جيجا، يعني في 100 جيجا هديه. كان نفسي ينزل عرض على باقه ال 100 جيجا اللي موجود دلوقتي ب 170 جنيه تبقى 200 جيجا، يعني ده في الباقه زي ما كان موجود زمان في رمضان، وكانت هتبقى تقريبا نفس القيمه مقابل السعر. يعني 500 جيجا هي في العرض دلوقتي ب 420 جنيه، كانت هتبقى تقريبا بنفس سعر الجيجات لو بقت 200 جيجا وعرض برضه ب 170 جنيه. بس المميز ان هي كانت هتبقى مناسبه لناس اكتر، لان مش كل الناس استهلاكها 500 جيجا. كان ال 200 جيجا ديت هينفعوهم، لان ال 500 ديت مش كل الناس هتبقى محتاجه 500 فتدفع 420 جنيه. العرض اللي بعد كده بقى بيقول لك اشترك في الباقه الاضافيه 4200 جيجا لانترنت البيت وهتكمل معاك لمده شهرين. والباقه ال 4200 جيجا دي زي ما انتم شايفين ثمنها 3250 جنيه وصلاحيتها 60 يوم. انا مش عارف هم ليه كاتبين البيت، يعني هي باقه زي كده هتبقى مناسبه لحاجات تانية، يعني مناسبه للحاجات التجاريه، يعني مثلا خط تجاري اصلا مش منزلي وشغال في شركه، خط تجاري وفي كافيه، انما مش البيت خالص. ما حدش في البيت هيستهلك 4200 جيجا حتى لو في 60 يوم، الا بقى لو كان شخص يعني استخدامه على الانترنت شغل ويعني 24 ساعه شغال على الانترنت. العرض ده معرفش هو عرض رمضان ولا لا، ومكمل معانا بعد رمضان الباقه دي اصلا ولا لا، لان هو نزل قبل رمضان تقريبا باسبوع، وهو فعلا موفر لو حد استخدامه تقيل على الانترنت بيستخدمه بقى في حاجه تجاريه. و 4200 جيجا ب 3250 جنيه يعتبر قيمه قويه جدا مقابل السعر. سعر الجيجا فيها هيبقى قليل وكويس. دي اوفر كمان من جيجا تانك اللي موجوده دلوقتي اللي هي ب 1625 جنيه بتديك 2000 جيجا. العرض اللي بعد كده بقى بيقول لك ادفع لحد 10 شهور بس وليك راوتر هديه مع باقات وي سبيس السنويه. ده عرض موجود من قبل رمضان، هم كاتبين عليه عرض رمضان ولكن هو موجود من قبل كده. وعلى فكره انصحك بالعرض ده لانك هتوفر ال 1500 جنيه ثمن الراوتر. وموضوع ادفع لحد 10 شهور ده مش في كل الباقات، ده في الباقات الكبيره بس بتدفع 10 شهور وبتاخد شهرين ببلاش، يعني سعر السنه قد سعر 10 شهور لو هتدفع بشكل شهري. انما في الباقات الصغيره زي ال 300 جيجا مثلا وال 400 جيجا والحاجات ديت في توفير طبعا لما تدفع بشكل سنوي، ولكن مش بالقدر اللي انت تتوفر شهرين على بعض. بس في اي حال من الاحوال لو بصيت على الجدول اللي قدامك ده هتعرف من خلاله الاشتراك السنوي هيبقى قد ايه وتخصم منه ال 1500 جنيه ثمن الراوتر. لو جينا مثلا لاول باقه اللي هي 3000 جيجا في السنه اللي هي اصلا باقه ال 250 جيجا في الشهر، هتلاقي اشتراكها السنوي 3960 جنيه، هتشيل منها ال 1500 جنيه ثمن الراوتر اللي انت هتاخده ببلاش، فهتبقى الباقه واقفه عليك ب 2460 جنيه. فده هيبقى اكنك بتدفع 205 جنيه كل شهر بدل ما كنت هتدفع 360 جنيه في باقه ال 250 جيجا ده. فلو انت هتشترك انصحك تمسك في العرض ده علشان هتوفر مبلغ محترم. العرض اللي بعد كده بقى وهو خصم يصل ل 50% على اجهزه الانترنت الهوائي من وي. اجهزه الانترنت الهوائي بتشمل راوترات ال 4G زي ما انت شايف في الجدول فوق، والماي فاي زي ما انت شايف في الجدول من تحت. عندك زي ما انت شايف كده في 3 راوترات 4G اللي هم بتوع خدمه وي اير عليهم خصم 50%، وعندك في الجدول اللي تحت 4 ماي فاي عليهم خصم برده بس مش 50%، هو خصم 27% بس. فلو انت بتخطط انت تشتري راوتر 4G او ماي فاي استغل وقت رمضان ده والحق اشتري دلوقتي علشان تستفيد بخصم. ولو رحنا بقى للعرض اللي بعد كده فهنلاقي ان عروض راوترات ال 4G مش على ثمن الراوتر بس، ده كمان في 50% زياده على الباقه. والعرض ده للعملاء الحاليين والجدد. اي باقه هتشترك فيها او هتجدد الاشتراك بتاعها اثناء فتره العرض اللي هي من 1 مارس لحد 30 مارس هتاخد 50% عليها زياده. الجيجا بايتس الهديه اللي هتاخدها صالحه لمده 7 ايام، واولويه الاستهلاك للهديه علشان تخلصها في اول 7 ايام، وبعد كده الاساسيه تفضل مكمله معاك ال 30 يوم. العرض اللي بعد كده بقى وهو عرض على باقه التليفون الارضي. بيقول لك اشترك او حول لباقه وي ارضي السنويه وليك خصم على الباقه يصل الى شهرين. طبعا كلنا عارفين باقات الخط الارضي اللي احنا لازم نبقى مشتركين فيها وبنجددها كل 3 شهور مثلا علشان الانترنت يفضل شغال معانا. السنه دي في رمضان بقى في عرض هينفعك كمان بعد رمضان. فمثلا لو جينا الباقه زي وي ارضي 45 ودي اللي كلنا تقريبا مشتركين عليها وبندفعها كل 3 شهور، فبيقول لك انت لو اشتركت فيها بشكل سنوي ودفعت السنه كلها على بعضها فهتبقى ب 495 جنيه بدل 540 جنيه، يعني هتبقى
هتبقى موفر شهر، والباقه الاكبر منها اللي هي وي ار دي 75 فهتبقى ب 750 جنيه بدل 900 جنيه، يعني هتبقى موفر شهرين. يعني بكل بساطه بدل ما انت بتجدد الباقه بتاعت الخط الارضي بشكل شهري او كل 3 شهور، هتشترك فيها خلال فتره العرض من 3 مارس لحد 2 ابريل، بس هتدفع السنه كلها على بعضها. في باقه وي ار دي 45 هتدفع 11 شهر هتاخد عليهم 12 شهر، وفي وي ار دي 75 هتدفع 10 شهور فهتاخد عليهم 12 شهر. ما اعرفش اشمعنى وي ار دي 75 هي اللي عليها شهرين ببلاش تدفع 10 شهور تاخد 12، و45 اللي احنا تقريبا كلنا مشتركين عليها على شهر واحد بس اللي هتوفره لو دفعت السنه كلها على بعضها. يعني كنت اتمنى تبقى عليها برده شهرين عشان تبقى محمسه للناس ان هي تدفع السنه كلها على بعضها، او تدفع 10 شهور عشان تاخد 12 شهر. وكمان في رمضان دلوقتي لو اشتركت في خط الارضي فهتاخده بدون مصاريف تركيب. واخر عرض معانا بقى النهارده هو عرض لكل عملاء وي بونص، وللاسف حصل معايا موقف بسبب وي بونص ضايقني جدا، هحكي لكم عليه كمان شويه بعد ما اقول لكم تفاصيل العرض. بص يا سيدي الخص لك موضوع وي بونص علشان ما تتلخبطش. طبعا كلنا عارفين ان احنا لو مشتركين في انترنت ارضي او مشتركين في وي جولد او بعض خدمات شركه وي بناخد عليها نقط بنجمعها تبقى اسمها نقط وي بونص. النقط دي بقى لما بتيجي تستبدلها كل 100 نقطه بيبقى ثمنهم 5 جنيه، ولكن دلوقتي في رمضان لو انت رحت تستبدلها اي يوم جمعه او اي يوم سبت في رمضان هيبقى كل 100 نقطة ب 10 جنيه مش ب 5 جنيه، يعني النقط اللي معاك تعمل ضعف الفلوس اللي انت كنت هتستبدلها بيهم عند التجار والشركاء بتوع شركة وي. كمان عندك عرض تاني برضو السنة دي في رمضان من وي بونص، وهو عرض اللي هو بتاع الافلام، تقعد كده تخش تجاوب على بعض الاسئله، بيديك 5 اسئله يوم الجمعه و5 اسئله يوم السبت، لو جاوبت عليهم كلهم صح فهتاخد قسيمه شراء بمبلغ معين تروح تستبدله عند شركاء وي، ولكن لو ما عرفتش تجاوب ال10 اسئله دول صح بس جاوبت على الاقل على سؤال واحد فيهم فهيجي لك برده عرض بخصم مثلا 10% او 15% عند اي حد من الشركاء بتوع شركه وي. تعالوا بقى احكي لكم عن الموقف اللي ضايقني بصراحه بتاع وي بونص السنه دي، وهو انا متعود ان في رمضان بينزل ضعف النقط بتاعت وي بونص زي ما قلت لكم، والعرض نزل برده السنه دي، وزمان كان بينزل طول شهر رمضان ضعف النقط، ولكن مثلا رمضان اللي فات قال لك لا حصل زي رمضان ده كده جمعه وسبت بس تقدر تاخد النقط فيها بالضعف. ولكن لما بدأ رمضان وما لقيتش العرض نزل، وانا كنت بجمع نقط بقالي سنه ونص ما استبدلتهاش، كنت مستني ان استبدلها في رمضان عشان اخد العرض ده، لقيت العرض ما نزلش اصلا على الموقع، فرحت قبل ما العرض ينزل بيومين استبدلتها بالسعر العادي من غير ما اخد ضعفها. بعد ما استبدلتها ب 24 ساعه نزلوا العرض وقال لك بقى خلاص انت ممكن تاخد ضعف النقط ديت يوم الجمعه. طب انا لو كنت سنه يومين بس كنت هاخد ضعف النقط اللي معايا، لان انا كان معايا مبلغ محترم لان بجمع فيها بقالي فتره طويله، فخسرت يعني الضعف ده، لان انا توقعت ان هي مش تنزل اصلا السنه دي لان ما اعلنوش عنها من اول رمضان. فاتضايقت بصراحه من الموقف ده، انا كنت قاعد بجمع فيها وقلت بقى اروح ابدلها ويعني هعمل حاجات حلوه قوي بس يعني ما عرفتش. وبس كده نكون وصلنا لاخر الفيديو، اتكلمنا عن كل العروض اللي معانا النهارده. بالتاكيد لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتنزلوا تشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اول باول، وكمان ما تنسوش تتابعونا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واكس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. To make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down.